اللي يحب النبي يصلي عليه. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. وحياة حبيبكم النبي يا ولاد تدعوا للواد براهولي. لا مدوخني دوخة ما بعدها دوخة، داخل في الاسبوع ومانيش عارفة عنده ايه، واحترت بيها على الدكاترة وما خليتش نوع دواء الا وجبته له، والولا مانع الاكل خالص ومش راضي حتى يشرب بق المية. يهديك يا براهولة يرضيك، يقعد يرجع ومعاه سخونية وإسهال وضرب وكل حاجة معفنة عمال يعملها معايا. نقول له يا براهولي اسمح كلامي، كلك لقمة تغذيك يا ولدي. يقول لي مش طايق الأكل يما، قرفان من جميع النعمة يما. الولد يا أختي مش عارفة إيه صابه، جريت بيها على الدكتور الحجني يا دكتور النيلي، شوف لي الولد عنده إيه. قاعد يديله في علاج ومش علاج، الواد ياخد العلاج كأنه بياخد في مية. قلت يا بنت ما بضهاش، روحي لحد تاني. خدته ورحت للراجل بتاع الصيدلية، قلت له الحقني يا بتاع الصيدلية، شوف الولا ماله. بصراحة ربنا الراجل ما قصرش معاي، حط السلم وطلع فوق الرف وجاب لي كيس الدواء قد كده. خدتها وروحت عطيتها للولا ولا كأني عطيت له حاجة. قعدت نصوت ونقول يا خرابي انا نعمل ايه، نخلي ايه، نسوي ايه، ونتحايل على الولا انه ياخد معلقة دواء، ياخدها بالعافية. ما يعديش دقيقة ولا دقيقتين الا ويجي مرجعها في وشي، ويرجع على الفرشة ويرجع على مسلم ويرجع على نفسه. والغسالة اديلها اسبوع شغالة ما بتطفيش والله من كتر البهدلة اللي انا فيه. الولا مسلم قال لي يما احنا هفتانين يما وطلع عيني، بقالنا اسبوع على العيش والجبنة. قلت له هنعمل ايه يا اخويا، اخوك عيان يعني هنذبح لكم بهيمة من فرحتي مثلا؟ قال لي يما جيب لنا حتى سمكتين كده نتغدوا بيهم. قلت له خلاص يا مسلم زي بعضه. رحت رايحه جايبه السمكتين دول. هتقولوا لي الكيلو بكام يا ام براهيس؟ هنقول لكم الكيلو ب 100 جنيه. بس بصراحه ربنا بلطيه جميله وسمينه ومنيله بنيله. حشيتها طم وملغطاها في قلب الدقيق كده، ورحت نازله بيها في قلب الصمني، ورحت جالياهم مجرمشاهم كده. طب هنعمل ايه يا ولاد؟ الواحد هفتم مش قادر يوقف ولا يصلب طوله، وانتوا عارفين سهرانه براهوله ليل ونهار، وشايلاه ونشيل ونحط فيه ونحايل فيه. والله وانا بنجلي السمك لقيته على صرخه واحده، رحت وايدي فيها الزفره زي ما انا كده. قلت له ماله الولا يا مسلم؟ قال لي معاه مغص وبيقول لي حسسي لي على بطني يا مسلم. مسلم قاعد يحسس على بطنه ويقرا له قران وربنا يشفيه يا رب. شبط فيا وقال لي خديني معاكي يوم ما نشم هوا. قلت له تعالى شم لك شويه زيت من المجخرين بتوع السمك دول، يمكن يسلكوا لك صدرك ولا حاجه. هنعمل اه طيب؟ ما براهوله دي نزل عليه غضب الام، فضل يرازي فيي ويشتم فيي لحد ما جاله مغص في بطنه. قلت له اختشي يا براهولي، اختشي يا ابني وراضيني واسمح كلامي. ما بيرضاش يسمح كلامي ابدا. فانا يا ولاد مش عارفه نعمل ايه، نحصر له ليمون في ميه ونشربه له برضه يستفرغ ده يخبيه. والله هنعمل ربنا يشفيه يا رب ويشفي ولادكم. دعواتكم الحلوه ان ربنا يراضيني فيه يا رب ويحفظ لكم ولادكم من كل سوء. والله العظيم يا ولاد الواحد ما ليه اصلا نفس للاكل ولا نيلي، بس العيال ذنبها انسبهم من غير اكل برضه. قلت نعمل لهم لقمه يتفحوها وخلاص. زي ما تقولوا الواد لما الواحد بيبقى عيله عيان ولا كده هو بيبقى جسمه وجعه وكانه هو اللي عيان. وانا براهوله انتوا عارفين غالي عندي، وساعه ما يقول الاه يا يما قلبي يوجعني عليه خالص، لخبطني وخلاني مش عارفه نعمل ايه ولا نخلي ايه. وقاعده كده هوت وخلاص نراعي فيه ويا ريته فلح. الولد بقى لما ودته للدكتور، الدكتور قال لي يا ام ابراهيم دي نزله معويه حد. قلت له ايه اللي حديتها يا راجل انت؟ انا مراعيه ومنظفاه ومخليه الدنيا زي الفل. قال لي اكيد عمل حاجه، لحس في ضوافره، لحس ايديه، لحس رجله، عمل اي حكايه، اكل دباني، اكل فيه حاجه مش نظيفه. قلت له بصراحه ربنا كان في طبق رز مهلبيه كده هو، رز بمهلبيه اللي انتوا بتعملوها الرز باللبن دي ابو وش مكرمش دي، والدبانه كانت طايره فوقيه عماله ايه زي الطياره كده زن. وانا نقول له يا ابني غطي الطبق يا براهوله لما تكون بتاكل منه كول، ولما تخلص غطيه. فضل سايبه متعري باين عليه اكل الدباني او اكل حبيتين رز شخت عليهم الدباني. المهم يا ولاد زي ما تقولوا كده راجد قدامي اهو، عطته الدواء دي بتاع التكلظات، بيجي له تكلظات في بطنه كانه واحده بتولد، ينجح بالصوت الحياني. طب انا هنعمل ايه يا ولاد؟ دواء وجبت رعايه ورعايته، نعمل ايه يا ولاد ونخلي ايه يا رب؟ ورافض الاكل تماما.
الا ما ياكل ابدا. جبت له بتاع ده، قول له معاي فرخه بلدي سلقته، ما رضاش يحطها في حالك. نيجي ناكله زبادي ما يرضاش، نجيب له حج بسكوت وكوبايه شاي برضه يقول لي لا. طب نعمل ايه؟ نخلي ايه؟ نقطع لك تفاحيه امريكاني حلوه يا براهوله كده ونقشرها، يقول لي لا. طب حبايه رز، لا. المهم انه رافض الاكل وعنده حق. سبحان الله، اللي عنده التكلزات في بطنه يرفض الاكل تماما، والله بيخاف من بق الميه. ساعه ما نقول له اشرب طيب يا ابني سوايل ما يرضاش. الدكتور قال لي ادم مش راضي يشرب ولا راضي يعمل، اديله قزازه كده حمراء فيها ميه، اسمها ايه ده؟ هي ميه محلول، شربيه منه. والله ما رضى يشرب منه. مسك وقال لي خلاص ادم مش راضي هنديله كان في ايديه ونديله محلول. الولا براهولا سمح كده وراح جاي مسك الدكتور حط عليه طينه شطيمه من اجزر الشطيمه، ومسك وبهدله بقى وشي في الارض من الدكتور. معلش يا دكتور اصله عيل صغير. قال لي اهدى يا ام ابراهيم اهدي، ما تربي الولا يا وليه، حرام عليك. هو في طفل قليل الادب كده؟ قلت له معلش بقى يا دكتور ما تقعدش تستعبط بقى بدل ما نقوم عليك. اما جاب سيره الولد اتنرفزت، كنت هنقوم نكسر له النضاره اللي هو لابسها ونحطها في زور ونطلعها من ودنه. اتضايقت الا براهولي، مش دكتور بقى يقعد يعمل عليا الكلام دي، دكتور على نفسه. ورحت ساحبه الولا على كتفي ورافصه الباب في وش الدكتور وطايره على بره. جبته رزحته على الكنبه هنا وقلت له عليا الطلاق بالثلاثه يا براهولي، ما انت طالع من الدار وانا اللي هنعالجك هنا بفضل الله. وقعدت بقى نقول يا رب وربنا معايا ونقرا قران ونديله الدواء اللي الدكاتره اللي زي البهايم كاتبينه له. طب ما انا هنعمل الله يا ولاد، هنعمل ايه يا ولاد في العيال الصغيره وفي الدوخه اللي انا فيه. وهنا مسلم بقى كان ما بينامش يا عيني، عنده امتحان بس الحمد لله خلص. هو دلوقتي كان تعبان خالص مطبق بقى وماسك الورقه والقلم وعمال يرسم بقى في الرسمات كده لا ليها لا طعم ولا معني. لما جنني خالص قلت له تعالى يابا كل لك السمكتين بتوعك رم عظمك بقى له فتره على العيش على العيش والجبن والميه وخلاص على كده. وبيني وبينكم احنا ملناش نفس خالص واحنا بناكل والله العظيم، بس ده اكل واشتريناه بفلوس هنعمل نرميه يعني؟ نرميه؟ قلت يا بنت صحيح وحطيه في معدتك وخلاص. وهنا براهولا بقى راجل عمال يبص عليني. ماشي قلت له نجيب لك يا ابني حبيت الرز ولا حاجه؟ قال لي لا يوم. ما قلت له خلاص خليك متلقح زي ما انت. ورحت اشتريت بامبز، والله العظيم الناس بتاعت الدكاكين اشتكوا من كتر طلبات البامبز بتاعت براهولا، متطكي ضرب على اخره واسهال، وكل شويه نلبسه بامبزايه يسهل فيه. وادي الدواء اشكال وانواع، بتاع الضرب بتاع المغص بتاع الترجيع بتاع الاسهال، محلول للجفاف. ما خلتش والله. وجايبه له بقسمات قسما بالله ده تاني كيس بقسمات يخش الدار، ما حد كاله غير نجمي ومسلم. يجيبوا الجبنه كده ويغرزوها في قلب البقسمات وياكلوا. قلت خلاص خليهم ياكلوا. وجبت كيسين برسيل عشان خاطر الغسيل والضرب اللي على السجاد ده. السجاد خلاص هنلمه اهو نوديه المغسله. الولا بيرجع يخطي على اخره الواد براهولا، والله اللي يتحط في بطنه لو شرب بق ميه او الدواء، حتى الدواء تصدقوا وتامنوا بالله ما بيقعد في معدته، بيستفرغه كله. وجبت بقى شويه خوخ وشويه كيوي من السوق وانا جايه من عند الدكتور كده، وشويه ليمون. الكيوي زي الفل هو الكيلو ب 120 جنيه، لا يتاكل ولا يتشرب، بس قلت مش مشكله اهي حاجه وخلاص. وجبت تفاحتين امريكاني، قلت يمكن الواد براهولا ياكل له منه شقه ولا حاجه، والله ما رضى. وجوافيتين عشان خاطر يمسكوا الجلوط بتاعه يخلوه ما يزربش ويمسكوا بطنه، برضه متكي اسهال وضرب. هنعمل اكتر من كده يا اولاد؟ ما خلتش حاجه الا واشتريتها. وجبت شويه خوخ شايفينه قدامكم اهو في المصفى على الترابيزه، ما حدش جايب لنا الكافيه والاسهال والضرب غير الخوخ دي، ناكله منه ونتكوا ضرب على خيرنا. بس مش مشكله لازم نضربه، هنعمله. امال ما ناكلوش الفاكهه بتاعت الصني دي؟ بتطلع في السنه مره، مش مشكله معدتنا ولا مصارينا، يلا توكلنا على الله. انتوا عارفين كمان ان انا ما قصرتش والله، رحت اشتريت جزر وبطاطس وكوسه وعملت له حله شوربه خضار ريحتها جميله خالص، وغرفت له منها طبق وقلت له كل يا براهولي. مانع الاكل، بصوا تحت عينيه عامل ازاي خس خالص، الا يدوق الخضار يا ولاد ما رضاش ابدا. والدكتور قال لما رحت له يقول لي يا ام ابراهيم الولا عنده نزله معويه جامده، شوفوا سخن ازاي، ما نحط له كمادات على دماغه عشان خاطر السخونيه تنزل. كل ما نحط له البوصه، انتوا عارفين الاسهال يطلع اللبوسه وهو عمال يسخن على طول، قلت بقى هنستخدم له الكمادات دي. طب ناكله ايه يا دكتور؟ قال لي اكليه كل حاجه يا ام ابراهيم،
يومين، اسلق له بيض اكليه زبادي، اكليه فواكه. جيت روحت الدار بقى قعدت نتحايل عليه وعطيته نص يا دوبك معلقه علبه زبادي. يا دهوتي على اللي شفته، الولا صورج مني والتكه صريخ وزرج، والضرب بقى نازل منه ملوش حدود، حنفيه وانفتحت. صوت قلت لها الحقيني يا نجمه، ايه اللي حصل؟ البنت راحت رايحه على بحصلي كده هوت في التليفون تشوف الزبادي حلوه نزله المعويه. صوتت قالت لي يما دي نزله المعويه دي ما ينفعش تاكل فيها البيض ولا الزبادي ولا اي نوع فاكهه، ممكن تفاحه بس. شوف الدكتور وعمايله وحياه امه ما انا صايباها على الحركه دي، نفوق له بس براهله كده هوت يبقى كويس، وحنروح نخرب بيته نوقف حاله بس الولد يخف بس ويقف على رجله. وهنا هو بقى جبت نوع دواء نوع ال50 عشان نضيله منه. هنا بقى بيقعد يظلني ويقعد يعاد، بس كتر خير والاطفال ما يحبوش الدواء، خاصه انه عاملين الدواء من طعمه وحشه قوي زي الصبر كده، حاجه مره تخلي العيل يستفرخ. والله مش يعملوه له مثلا بطعم الفواكه ولا بطعم حاجه حلوه، ما نعرفش. قعدت نتحايل عليه، ربنا هداه اخد مني بق الدواء. ربنا يشفيك يا براهولا يا رب انت والاطفال كلها يا حبيب قلبي. وهنا قعدنا نسقفوا له كنوع من الدعم، يعني ان هو يفرح بينا، ولا بيفرح بينا ولا حاجه، كل شويه يشمكني دعوه لما خلى شقاي بتطبح علي، والله مبهدلني بهدله، بس انا بنحبه والله ربنا يخليه لي يا رب. ورحت رايحه بقى يا اولاد بعد ما فطرت كده وكلت الاناناسيه اللي كنت مدلكها معاك وقلت نحط لهم القشر الفراخ ما هيش طايقاني، شافت القشر وانا منفضيه قعدوا يبصوا لي زي ما يكونوا بيقولوا يا وليه يا ملعونه ايه اللي انت بتفضيه لنا دي، بس مش مشكله. ورحت شايله السجاده كان مرجع عليها، ان شاء الله هنلم سجاد البيت كله نوديه للمغسله بعد الضرب اللي حصل عليه، دبان داخل علينا طوابير. هننضف بقى ونكنس الدنيا كده، وعايزه نغسل البطاطين المنتنه اللي الواد مستفرغ عليه، وهنخلي الدنيا فله ان شاء الله. اليوم دي كان في حبه شمس فوق السطح، قلت يا بنت هاتي الغسيل بتاعك اللي ريحته نتنه دي، ورحت مطلعاه نغسله فوق. الناس كلها تغسل الغسيل يبقى ريحته برسيل كده وحلو، وانا غسيلي نلاقي الدبان ملموم عليه وريحته رمه. ايه السبب؟ هل العيب فيي؟ هل في الخامه بتاعت الهدوم؟ هل مثلا في الربس اللي انا بنحطه على الغسيل؟ مش عارفه. هل في الغساله؟ بس قلت مع الشمس الروايح الوحشه دي كلها هتطلع، والدنيا كانت سخنه قوي اليوم دي، قلت بقى نشرها كده عشان الجراثيم والبكتيريا والحاجات ديت بقى تهفهف وتلفلف كده في قلب الشمس والدنيا تبقى حلوه. امال ايه؟ لازم كده يا ولاد الواحد يحمس حاجته. المهم بالصلاه على النبي كده ما تخلوش عيالكم ياكلوا حاجه ملوثه من الارض ويغسلوا ايديهم على طول عشان ربنا يحفظهم لنا يا رب. والدنيا حر انتوا عارفين، والميكروب منتشر في كل حته، فاحنا نعمل اللي علينا والباقي على ربنا. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك، الله يفرحكم وينجح لكم ولادكم يا رب العالمين. واستنوا الفيديو الجاي في رعاية الله، مع السلامة.